الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد رئيس المسجد رئيس الكنيسة، السادة النواب والمستشارون والبرلمانيون المحترمين، السادة رؤساء المجالس المنتخبة والبرلمانية، السادة رجال السلطة، السادة رؤساء الجامعات وعملاء الكليات ومديري معاهد العلوم الفاسد، السادة ممثلي مصالح الأقدام ومركز الانشراح والعمل، السادة مديري المؤسسات العمومية، السادة ممثلي القطاع الخاص، السادة رؤساء الجمعيات والعمل والمجتمع المدني، السادة رجال والنساء الإعلام والصحافة، أيها الحضور الكريم، يسعدني اليوم أن أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك، وأن أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على تلبية الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء الهام الذي ينعقد في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الإسلامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وقيادته الواردة في خطابه الإسلامي بمناسبة 11 مجيء بتاريخ 23 يوليو 2025، وفي خطابه الموجه كذلك إلى البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة في يوم 10 أكتوبر 2025، حيث أكد جلالته حفظه الله بمناسبة هذين الخطابين على ضرورة إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المميزة قائم على تثمين الخصوصيات المحلية وترسيخ التنمية المتقدمة وتأسيس مبادئ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية بما يتضمن تقاسم ثمار التنمية بشكل عام ومنصف بين جميع المواطنات والمواطنين في الوسطين الحضاري والقاري. حضرات السيدات والسادة، تتسم برامج التنمية الترابية أهمية استراتيجية باعتبارها رافعة محورية لتأسيس جاذبية الجهة وتقوية تنافسيتها وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف الأقاليم، وهي برامج تعكس إرادة جماعية لإرساء تنمية مستدامة وشاملة ترتكز على تحسين البنيات التحتية الأساسية ودعم العالم القروي وتعزيز الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على الفرصة المالية، كما تروم كذلك خلق دينامية جديدة للاستثمار وتحسين ظروف العيش وفتح آفاق واعدة للشباب من خلال مشاريع مبتكرة تعزز التشغيل وتطوير المهارات المحلية. ويأتي اجتماعنا اليوم في سياق وطني متجدد يتميز بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة تحديدا بالتوجيهات الملكية الإسلامية، حيث جاء في الخطاب الملكي الإسلامي لإدراج بمجيء 2025 هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع المناطق والجهات دون تمييز وإقصاء، ولهذه الغاية يكون اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية انتهى المنطوق الملكي الإسلامي. قد حدد جلالته المحاور الكبرى لهذا الجيل الجديد من البرامج التي تتمثل في دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتوفير المناخ الدائم لمبادرة الاستثمار، تأسيس كذلك الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة في مجالي التعليم والصحة، اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد البشرية، إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج انسجاما مع المشاريع الوطنية الأخرى، كذلك إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة وخاصة الجبال والواحات، والتفعيل الأمثل والمستدام للتدابير المتعلقة بالساحل الوطني. حضرات السيدات والسادة، إن جهة فاس الناس مدعوة اليوم إلى الارتقاء بوتيرة إنجاز مشاريع التنمية الترابية وجعلها أكثر نجاعة ووقعا مباشرا على الساكنة، فالتنمية المنشودة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر برامج مندمجة تعتمد مقاربة رابح بين الوسطين الحضاري والقروي وتعطي الأولوية للقضايا الأساسية وفي مقدمتها تشجيع المبادرات المحلية، دعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة وتوسيع فرص الشغل أمام الشباب، فضلا عن تقوية منظومتي التعليم والصحة وتأهيل المجالات الترابية بشكل عادل ومتوازن. وفي هذا السياق
يبرز توجيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعي إلى محاربة كل الممارسات التي تضعف من نجاح الاستثمار العمومي أو تضييع الوقت والجهد والإمكانات، وهو توجيه يستدعي من جميع الفاعلين الترابيين التحلي بروح المسؤولية والانخراط الجاد في تنفيذ مقاربة عملية وفعالة تضمن توجيه الموارد نحو الأولويات ذات الأثر الملموس. كما تكتسي العناية بالمناطق الأكثر هشاشة أهمية بالغة لما تتطلب من تدخلات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لهذه المجالات، وخاصة مناطق الجبال والواحات. فالتنمية المتوازنة لن تتحقق إلا عبر تقليص الخوارق المجالية وتوجيه الاستثمار نحو المجالات التي ظلت للعقود في حاجة إلى تدخل فعال ومستدام. حضرات السيدات والسادة، لقد انطلقت المبادرة الأولى المتعلقة بإعداد هذا البرنامج مباشرة بعد الخطاب الملكي الثاني لعيد العشر بتاريخ 29 يوليو 2025، ووفق دورية السيد الوزير الداخلية عدد 11672 بتاريخ 15 غشت 2025. وقد تم العمل على عقد سلسلة من الورشات الموضوعاتية على مستوى الملفات شملت مختلف محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد شكلت هذه الورشات فضاء تجاربي للنقاش وتبادل الآراء بين الفاعلين الترابيين والخبراء والمجتمع المدني، مما مكن من تجميع معطيات هامة. ويمتاز هذا البرنامج بمقاربة تجاربية صاعدة تشرك المواطن بشكل فعلي في التفكير والتخطيط، مما يجعل القرار التنموي مبنيا على الانصات لمختلف الفئات وتطلعاتها. وهي مقاربة تنسجم مع التوجيهات الملكية الإسلامية الداعية إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المواطنة باعتبارهما ركيزتين لتجويد السياسات العمومية وضمان فعاليتها. حضرات السيدات والسادة، إن نجاح هذا البرنامج الطموح رهين بانخراط فعال ومسؤول من جميع المتدخلين، منتخبين، سلطات محلية، مصالح لا مركزة، مجتمع مدني، فاعلين اقتصاديين، شباب ونساء. وإننا على يقين بأن مشاركتكم واقتراحاتكم الملهمة بالخبرة والمعرفة الميدانية ستسهم بقوة في بلورة برنامج يستجيب لتطلعات الساكنة ويضمن تنمية عادلة ومنصفة. وانسجام مع هذا التوجه يضمن الصالح المركزي لوزارة الداخلية على اعتماد منصة رقمية تتيح للمواطنين مواكبة مختلف مراحل إعداد البرنامج وتنفيذ مشاريعه بكل شفافية وفق مسار مضبوط في 4 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التشاور والتشخيص، تمتد من 13 إلى 28 نوفمبر. المرحلة الثانية مرحلة الصياغة والترتيب وتحديد الأولويات في يناير 2026. المرحلة الثالثة وهي المصادقة للبرامج من طرف مصالح المركزية لوزارة الداخلية في فبراير 2026. والمرحلة الرابعة هي مرحلة تجميع البرنامج على المستوى الوطني في مارس 2026. كما تم إحداث لجان موضوعاتية لتقطيع النقاش وضمان مشاركة فعالة خلال هذا اللقاء وما بعده، حرصا على إعداد برنامج تنموي يرقى إلى مستوى انتظارات الساكنة ويستجيب لحاجياتها الحقيقية. وفي الختام، وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والنجاح لبلدنا الحبيب تحت القيادة الراشدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والسلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوش تابوناو معنا.